كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بريكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. هنتكلم النهارده عن الكومبيتيتيف استراتيجي، ودي اللي عملها واحد اسمه مايكل بورتر، وده واحد من اشهر علماء الاداره والاستراتيجيات في العالم، وهو صاحب نظريه الميزه التنافسيه، واللي بتوضح ان اي شركه عشان تنجح لازم تختار بوضوح هي هتنافس ازاي. ومايكل بورتر قسم الكومبيتيتيف استراتيجي دي لاربع حاجات. بس خليني اسالك سؤال الاول، لو انت بتشتري عربيه، ايه الفرق بين تويوتا ومرسيدس؟ الفرق مش بس في السعر، الفرق كمان في طريقه المنافسه، وده نفس الكلام في الشركات. كل شركه بتنافس بطريقه مختلفه، وعشان كده المورد المناسب لكل شركه بيختلف. خلينا نقول سريعا ايه هي الكومبيتيتيف استراتيجي اللي مايكل بورتر عملها. هو قسمها لخمس حاجات: لو كوست فوكست، ديفرنشيشن فوكست، وبيست كوست بروفايدرز. خلينا نبدا الاول باللو كوست. لو الشركه بتنافس بالسعر، يبقى البريكيورمنت هيضغط على السعر، تكلفة النقل، شروط الدفع، وتحقيق أقل تكلفة ممكنة بدون التأثير على الجودة المطلوبة. وهنا مش بنقول أعلى جودة، لأن الشركة هنا ميزتها التنافسية أو الاستراتيجية التنافسية اللي هي هتاخدها أو اللي هي ماشية عليها هي اللو كوست، يعني التكلفه القليله. طيب، وبالنسبه للديفرنشيشن هنا يعني الشركه اختارت ان هي تنافس بالجوده، انها تبيع منتج بريميوم. يبقى البريكيورمنت هنا هيركز على ايه؟ هيركز على الكواليتي او الجوده، على الابتكار او الكرياتيفيتي، على التكنولوجي، ودول بالنسبه له هيبقوا اهم من فرق السعر. بالنسبه لاخر حاجه في الاستراتيجيات التنافسيه هي البيست كوست بروفايدرز، ودي من اكتر الاستراتيجيات اللي بنشوفها في السوق، يعني بقدم كواليتي كويسه وبسعر منافس. بعد ما فهمنا استراتيجيه الشركه وطريقه المنافسه، دلوقتي اقدر ابص على اللونج ليست وابدا اسال سؤال مهم جدا: مين في الموردين دول يناسب شركتي فعلا؟ وهنا هنبدا نحول اللونج ليست دي لشورت ليست، وده هو موضوع الحلقه اللي جايه. لو استفدت من الحلقه دي اعمل لي لايك واكتب لي في التعليقات في رايك ايه اهم معيار لاختيار المورد: السعر ولا الجوده ولا الالتزام بالمواعيد؟